عايزك تسيب كل اللي في ايدك وتتخيل معايا ان القلم ده عباره عن دمبل، وانا ماسك الدمبل كده وبلعب بيه بايسب كار. اي حركه انت بتعملها او بتشوف اي حد بيعملها بيكون داخل فيها 3 عوامل اساسيه. اول حاجه انا قلت لك تخيل ان القلم ده عباره عن الدمبل، فالدمبل ده ليه وزن. انا اول عامل معايا هو الويت، يعني الوزن. طيب وانا عمال اطلع وانزل بالدمبل ده عباره عن عده. طب لو عملت اكتر من عده ووقفت فدي تبقى مجموعه. يبقى تاني عامل معايا هو السيتس، يعني المجموعات. وتالت حاجه معايا وناس كتيره جدا ما بتاخدش بالها من الموضوع ده، مع انه واحد من اهم العوامل الثلاثه، وهو انا ماسك الدمبل اللي هو عباره عن وزن اطلع وانزل بيه، فده كله بياخد مني ايه؟ بياخد وقت. يبقى تالت واحد من اهم العناصر الثلاثه اللي موجوده هو الوقت، يعني التايم. مش هتصدقني طبعا لو قلت لك ان موضوع الفيديو بتاع النهارده خلاص كده خلص، لان كل اللي عايز اقوله لك ان الوزن اللي انا بشيله هو عباره عن التنسيتي اللي هي التي اللي احنا قلناها فوق، والمجموعات اللي انا بعملها هي عباره عن الفوليوم، يعني الحجم التمرين اللي انا بعمله. اما خدت وقت قد ايه عشان خاطر اعمل التمرين ده هو الدنسيتي، يعني الكثافه بتاعت التمرين. وبكده تكون انت فهمت يعني ايه البروجريسيف اوفرلود، يعني الحمل التدريبي. اي تمرينه بتعملها بيكون فيها وزن، بيكون فيها عدد تكرارات، بتعمل مجموعه وبتعملها في وقت، هو ده